اليومين دول سمعنا عن اطفال كتير بتقع من البلكونات، ومش حوادث عاديه، ده ارواح بريئه بتروح بسبب اهمال بسيط. الولد التاني متعلق في الشباك ده اكتر من 10 دقايق، الدور العاشر. وتقريبا كل يوم والتاني بنسمع نفس الخبر، اطفال وقعت من الدور العاشر، طفله وقعت من الدور ال 12. ده غير ان في ممكن خبر نسمعه عادي ان في طفل وقع من البلكونه، وفي الغالب ما بيبقاش الموضوع صدفه، ده بيبقى ليه جانب كبير جدا من اهمال الاهالي. وانا والله مش بقول كده عشان اقسو على اهالي الاطفال اللي توفت، لا بالعكس، ده ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم، اللهم امين. انا بقول كده عشان ما يحصلش او ما نكررش نفس اللي حصل، او على الاقل نقلل منه. وعلى فكره الموضوع بسيط والوقايه مش صعبه يعني. لازم نشيل اي كرسي او ترابيزه من البلكونه، او نحط حديد على البلكونه او سلك يكون محمل، ونقفل الشبابيك بإقفال امان، ونتاكد ان هي فعلا مقفوله وصعب على اي طفل ان هو يفتحها. ولو عندك اي طفل خليك دايما مركز معاه، واوعى تغفل عنه لحظه، لان ممكن في لحظه غفله تخليك ندمان العمر كله. وصدقني حياه ابنك او بنتك اغلى من المنظر واغلى من اي هوا. احمي ابنك وبيتك، وخلي الضحكه دايما موجوده في المكان، ويا رب ما يكسر قلب حد على ضناه. وبس ما تنساش تعمل لايك وشير وتفيد غيرك. ولو عندكم مقترحات تانية بحيث ان احنا ممكن نحمي بقى اطفالنا، اكتبوا لي في التعليقات. شكرا.